عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبايبي في الله، النهاردة هنعمل وصفة حلوة خالص دي للشعر، مفيدة جدا جدا جدا. هنعملها عن طريق الصبار، وفي مكونات تاني. ده الصبار اللي أنا عندي، اللي هو أنا عاملاه يعني أنا بنفسي زرعاه، صورته لكم قبل كده. عاملة منه الثلاث قصريات دول، يعني خدت فسيلة واحدة من دول كده اهو، خدت فسيلة واحدة من هنا وطلعتها صغيره كده كانت يعني، ورحت حطيتها هنا، وحطيت واحده كمان هنا اهو، بقت بالشكل اللي انتم شايفينه دوت. انا دلوقتي هاخد واحده من دوت اللي هو مزروع ده اهو. شوف كبر ازاي، يعني اخد منه زي ما انا عايزه. هاخد دلوقتي انا واحده اهي، تاخديها لما هاخد منها هتعمل تاني، يعني مش اهو كده اهو. تمام اهي كده زي ما انتم شايفينها كده. طبعا هحطها هنا اهو، وهندخل مع بعضينا نعمل الوصفة ان شاء الله تفيدكم جدا باذن الله. وتعالوا معايا نخش نبدأ في الوصفة ان شاء الله. كده حبايبي انا جبت الصبار، قطعت الصبار كده زي ما انتم شايفينه من نفس المكان اللي انا زرعاه فيه. خدت كام واحدة كده عشان هعمل الوصفة اللي انا قلت لكم عليها، والباقي هعينه في برطمان. طبعا ايه الوصفة وعشان ايه؟ طبعا قبل ما ابدأ، انزلي كده تحت الفيديو، اضغطي لايك، ولو مش مشتركة اشتركي، ده يعني رجاء وليس امرا. فهنبدأ الوصفة دي هنعملها ازاي؟ هنعملها بالصبار والفازلين اللي هو بتاع الشعر. الفازلين بتاع الشعر ده هنعمله ايه فيه؟ اللي هو ده الفازلين ده ابيض او اللون ده مش مشكلة، يعني مش مشكلة اللون كويس. اولا الفوزلين دي ليه علاج السحر في مشاكل الشعر والبشره، يعني مفيد جدا جدا. هنعمل الخلطه دي بجل الصبار والفوزلين ده للقضاء على الشيب وبس، مش القضاء على الشيب، لترطيب الشعر وتنظيفه ولمعانه وتقويته وتطويله. وبرضه في زي 75% منه للقضاء على الشيب. انا مش هقول لك دي وصفه، لا ده علاج، ده علاج للشيب. ولكن انا يعني انا دلوقتي من سنين انا بستعمل الفوزلين، ولكن الشيب في شعري بسيط جدا، يعني كم واحده كده، ويعني عمر كبير انا مش اعرف ان ده بسبب الفوزلين. طبعا احنا هنعمل الوصفه دي وهنعملها الخلطه دي يعني مع بعضينا. هتستعمليها يعني تحطيها مره في اول النهار مثلا، تقعدي بيها النهار كله وتغسليها بالليل، او تحطيها بالليل تقعدي بيها لحد الصبح وتغسليها الصبح. دي هتعمليها مرتين في الاسبوع او مره في الاسبوع، على حسب كميه الشيب اللي في شعرك، او على حسب نشفان الشعر او تقصف او الكلام ده. يعني لو عملتيها مره في الاسبوع كويس، عملتيها مرتين في الاسبوع ده على اساس ان انت شعرك يعني ايه في شيب كتير او متقصف كتير. هنعمل الوصفه قدامكم عملي. هناخد طبعا زي ما وريتكم قبل كده، انا طبعا زرع الصبار ده انا زرعاه في البيت، وعملت لكم فيديو عنه كتير، كذا فيديو عنه يعني. فاحنا هنشيل الشوك دوت كده اهو بالمقص، تمام كده. وهنشيل الناحية التانية وهنبدأ نطلع الجل. في مادة بقى بتطلع واحنا نشيل الصبار من مكانه. في مادة بتطلع اللي هي المادة الزلالية دي الصفرة دي ما تجربيش عليها، دي شيليها خالص او اغسليها لانها مادة سامة. انما الصبار نفسه دوت هو نفسه، الصبار ده بيتاكل، بيتعمل بيه علاجات في للبشر للمعدة وللحاجات دي يعني، فده بيتاكل يعني. تمام. فده في ناس بتطلع الجل ده وتعمل وصفات للاكل. اما اللي هو زي اهو زي دوت اهو، الاصفر دوت باين اهو في الصينيه اهو، ده تبقى ماده سامه. اما الجل نفسه ده فهو ممتاز جدا. هنقطع البتاع دي كده اهو كده.
كده يعني هنحطها على الايد كده اهو في البشره، تعمليها في على وجهك. يعني القشر ده كله ما ترموش كده، خدي منه الخلاصه بتاعته دي ودهنيها كده على الايد، على البشره، على الوجه. مفيده جدا بدل ما ترميها يعني، لانها يعني مفيده جدا جدا. اخدنا الكميه دي كده اهو، خلاص كده عملنا كل الكميه بتاعتنا. هنفضيها هنا اهو زي ما انتم شايفين كده. برضو اللي فاضل دوت تاخديه كده اهو وتدهني بيه كده. مفيد جدا للبشره وللوجه وللايدين وللكفوف، لكل انحاء الجسم كله مفيد جدا. تاخدي كده اهو بيدك كده اهو وعلى وشك وعلى شعرك برضو مفيد جدا. ادي هي الكميه اللي احنا عملناها كده، دي طازه جدا وهي انت عاملاها في البيت عنديكي اهي زي ما انتم شايفينها كده اهو. تمام. هضربها في بالهاند بلندر، بالخلاط، في الكبه، اضربيها زي ما انت عايزه. وتعالي اقول لك ايه اللي فاضل تاني هنعمله. انتظريني نضربها وارجع لك تاني. كده حبايبي بعد احنا ما ضربنا الجل في بالهاند بلندر اللي هو دوت، خليناه بالمنظر ده، دوبناه خالص. هنضيف عليه معلقه كبيره من الفازلين، سواء ابيض او نفس اللون زي كده، مش مهم اللون بس المهم يكون فازلين. هنضيف عليه الكميه دي كلها كده، معلقه كبيره اهي. وبرده هقول لك تستعمليه ازاي، خليكي معايا للاخر عشان اقول لك ايه استعمالاته. ولو استعملتيه مثلا في اليوم في الكديف مثلا في الاسبوع او كده. تمام كده اهو. هنحطه في حمام ميه سخنه، هنسيح الكميه دي كلها مع بعضها كده اهو، وهرجع لك تاني برضو اقول لك هنعمل ايه. حبايبي زي ما انتم شايفين الميه بتغلي اهي، وانا حطيت عليها الفازلين بالجل اللي انا حطاه على بعضه. هسيبه كده يسيح، الميه اهي بتغلي اهي. هوطي الميه هوطي النار شويه، وهقلب على طول على طول كده لحد ما كله يتجانس مع بعضه. اهو. طبعا انت عايزه تحطي الخليط دوت في نفس البرطمان كده، خلي البرطمان كده هنا شويه عشان يسيح اللي فيه. بعد كده طلعيه تاني. كده حبايبي بعد ما سيحنا الفازلين مع الجل بتاع الصبار بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، بيجي كله كتله متجانسه اهو. هنفضيه في برطمان، يا اما تفضيه في البرطمان بتاعه دوت، يا تشوفي لك برطمان يكون كبير. تمام كده اهو. يكش كفي يا رب، لا يكفي ان شاء الله. تمام تمام تمام. دي يا جماعه وصفه طبيعيه 100%، ما فيهاش اي شيء يخوف. دي تنفع للبشره وللوجه للجسم للشعر لكل شيء اهي. تمام زي ما انتم شايفينها كده اهو اهي. هنعمل ايه بقى بعد ما تغسلي، من غير ما تغسلي شعرك وهو على كده، تروحي حاطه تدهني شعرك كله، وتاخدي من الجذور لحد الاطراف، وتغلغلي كده بصوابعك في شعرك خالص من الجذور لحد الاطراف، تغرجيه خالص من الوصفه دي. وبعد كده تروحي لابسه كيس بلاستيك او بونيه
تمام. وتروحي يا ستي تروحي تقعدي بيه يوم بحاله، يا اما من الليل للصبح يا اما النهار كله، وبعد كده تغسليه وبعد كده تدهني شعرك زي ما انت عايزه. تعملي ده تخليه دهنه للشعر ممتاز جدا. تعمليه هتعمليه مرتين في الاسبوع او مره في الاسبوع زي ما قلت لك. لو كان الشعر فيه شيب كتير تعمليه مرتين في الاسبوع، لا في شيب بسيط زي حالاتي كده يعني كام شعريه كده تعمليه مره في الاسبوع لمده يوم بحاله، يعني زي 12 ساعه من الصبح لحد بالليل او من بالليل لحد الصبح. دي مفيده جدا. اولا يعني كده الفيديو كده خلص، بس هقول لك الفوائد بتاعت الوصفه دي. لو كان شعرك متقصف، لو كان شعرك بيتساقط، لو كان شعرك مش بيطول، لو كان شعرك خشن، لو كان شعرك مثلا في حكه وهرشه وكده وفي دهون او الاسلاس او الكلام ده، الوصفه دي والطريقه دي هتخلي شعرك ممتاز جدا جدا، ما فيهوش اي حاجه، بتعالج جميع مشاكل الشعر. الوصفه دي برضو حلوه للبشره، حلوه للوجه. الصبار مفيد للجسم كله، مفيد للتجاعدات، للتصبغات، بيخلي البشره تتفتح لتفتيح البشره. الصبار مفيد جدا للجسم كله من اول لاخره. برضو انا هعمل لكم وصفات تانية للصبار. انا وعدتكم اني انا زرعت الزرعه دي عشان كل شويه انزل لكم وصفه عن الصبار وايه فوائده ونضيف عليه ايه ونعمل عليه ايه. الوصفه دي يعني بقول لك زي 70% منها للقضاء على الشيب نهائي بالاستمرار. مش هقول لك تعمليه النهارده وبكره مش تلقي شيب، لا. طبعا في ناس كتير بتقول الشيب ملوش علاج، لا هو ليه علاج بس بيطول. طالما في نتيجه مش مشكله. احنا بنقعد بالشهور بنتعذب في الصبغات الكيماويه، بنتعذب في مثلا الحاجات اللي بنحطها العاديه، الحنه اللي هي ما بتاخدش غير 3-4 ايام على الشعر بتاعت الصيدليه دي، لكن دي بتعالج الشيب. وان شاء الله يا رب تفيدنا وتفيدكم ان شاء الله وتفيد الجميع. لو عجبك الفيديو يعني احنا بنتعب يا جماعه والله على التصوير وبنوقف على رجلينا وبننزل لكم شيء تستفادوا منه، فما يعني ما تستكتروش علينا اللايك، تستكتروش علينا تشيروا الفيديو لاي حد يكون محتاج الوصفه دي، ما تستكتروش علينا تشتركوا في القناه اذا كانت القناه عجباكم. وحبايبي في الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وما تنسوش تستعملوا الوصفه، وعايزه تعليقاتكم وعايزه النتيجه في التعليقات، ويا رب تفيدنا وتفيدكم بالخير. وحبايبي في الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.